مساء الفل عليكم وما أحلى الرجوع إليكم. رجعنا لكم تاني علشان نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم سهراية وكوباية شاي، واللي ما عملش الشاي يعمل الشاي ويحصلنا. أهل الحارة كل يوم الصبح يصحوا يلاقوا عم لالو السفرجي نايم جنب الحيطة في الحارة. لا، مش هو لالو بتاع حارة بعضش، بس يشبه له. وكل ما يسألوه انت ليه بتنام في الحارة يا عم لالو، يقول لهم انتوا ما تعرفوش حاجة، انا برجع بالليل متأخر من الشغل، بيكون المارد قفل الحارة من جميع الاتجاهات، حتى لو حاولت ارجع من مكان ما جيت بلاقيه قفلها بالطوب، وكأن الحارة مربعة كلها مقفلة من كل ناحية. فبنام جنب الحيط لحد ما النهار يطلع ويمشي المارد ويسيب لنا الحارة مفتوحة علشان اقوم اخش البيت او اروح الشغل. زمان ايام ما كان فيه نهضة وعلم وحضارة وكان فيه مشروع لتثقيف وتعليم الناس، كانت المخدرات قصرة على العامة من الناس والسوقة. وكانت بيوت العلماء والمدرسين والمشايخ وحتى الناس البسطاء اللي متعلمين كويس ومتربين كويس كانوا بيعلموا ولادهم ويربوهم على الأخلاق وعلى الاستقامة وعلى العيب وعلى الحرام. ما كناش نتصور أبدا إن هيجي يوم وتتساوى فيه الروس وتبقى العامة والبسطاء من الناس زيهم زي الناس الأثرياء وزي العلماء وزي المدرسين وزي الدكاترة وزي المهندسين، يبقى كله بينهل من مشارب واحدة وبينطق بلغة واحدة وبيتذوق تذوق واحد، مفيش فرق بين جاهل وبين متعلم. نجيب محفوظ حكى حكاية زمان في إحدى مجموعاته القصصية عن راجل راجع سكران طينة بيتطوح وهو مروح بالليل ويجي عند الفرن ويقع. يبقوا عمال الفرن مش عارفين يتصرفوا فيه، يعملوا فيه ايه؟ راحوا حاطينه على الطوالة بتاعت العجين وراحوا شايلينه قصاد بعض وعارفين بيته رايحين يوصلوه البيت. فيقوموا هم شايلينه ورايحين بيه على البيت، جاي في الاتجاه التاني واحد جاي سكران يتطوح وعماله سكران وعمال يتطوح. فيقوم السكران اللي نايم على لوح العجين يتعدل وهو قاعد على لوح العجين ويقول له راجل ومش قادر تصلب طولك من السكر، اخص عليك. ده اللي كان بنقول عليه انه هو تقريبا الراجل السكران ده كان قريب عم لالو السفرجي اللي بيرجع ينام جنب الحيطة في الحارة. عم لالو كان عنده داء، هو راجل سفراجي بيشتغل في بيوت الناس الأغنياء والناس المرتاحين، فكان عنده داء ان هو كل اللي راجع بيه بالمطبخ ياكله او يشربه. فطبعا كان فيها من الحاجات دي كان فيها مسكرات كتير، فكان يرجع اخر الليل سكران طينة مش عارف يوصل لبيته فينام في الحارة. واهل الحارة عارفين الحكاية دي وما بيصدقوش حكاية المارد. قضية المخدرات قضية قديمة أعجزت الحكومات وأعجزت المفكرين والعلماء في علاجها، لأنها ببساطة علاجها يتلخص في كلمة واحدة، الكلمة اللي دوختنا، ألا وهي كلمة الوعي. رب الوعي عند الناس هتعالج كل الظواهر السلبية عند الناس. دي كانت حلقتنا النهاردة من سهراية وكوباية شاي. كنت سعيد ان انا كنت معاكم واشوفكم على خير في حلقة جديدة ان شاء الله.